يا مساء الفل أو صباح الفل، على حسب بتتفرجوا على الفيديو امتى. النهاردة فيديو جديد. احنا لسه في الجزء التاني من السلسلة بتاعة اللانجراف، الجزء بتاع الميموري. كنا بفضل ربنا خلصنا الشورت تيرم ميموري. كنا خدنا عنها فيديوهين والحمد لله خلصناها. والنهاردة بإذن ربنا هيبقى أول فيديو في اللونج تيرم ميموري. لو حد جايب اللينكد ان كنا بنتكلم يعني عن التوبكس اللي هنتكلم عنها. فكان في الكورس دوت، معرفش انتوا شايفينه ولا لأ. هو بيحمل بس، اللي هو بتاع ال Deep Learning دوت AI، اللي هو Long Term Memory Agentic Line Graph. كنا قلنا هنتكلم عنه، بس لما جيت أبص عليه وأشوف الكونتنت بتاعه، هو مجرد بس فيديو واحد نظري والباقي كله practical. فالصراحة هو ده داخل على طول في الكور بتاع الكورس. مش بدي مثلا مثلا لونج تيرم بستخدمها ازاي، ايه النيم سبيس، ايه الكي، ايه الفاليو، ايه كذا كذا. فقلت ان احنا الاول ناخد انترو عن اللونج تيرم ميموري وايه الفرق بينها وبين الشورت تيرم ميموري الاول، قبل ما نخش اندبس في الموضوع. وان كان كنت بفكر، انا كنت خدت رأيكم في على لينكد إن، ويا ريت يعني لو حد عنده رأي تاني يشاركني فيه. كنت بفكر تبقى اللونج تيرم ميموري ناخد البيزكس بس النهاردة، وبعد كده نخش في الجزء التالت، اللي هو بتاع إن إحنا ناخد كورس باشمهندس أبو بكر ونحوله، اللي هو اللي اسمه ايجنت 101، ونحوله من كرو اي للانجراف. وبدل نوت بوك نشتغل موديولار بروجرامينج، او ان احنا نبقى الدنيا عندنا موديولز وكده، تبقى في مثلا موديول للايجنت، موديول للجراف، موديول مش عارف ايه للتولز، وهكذا. آه فيعني لو حد عنده رأي يعني، او حابب ان احنا نكمل في لونج تيرم ميموري او نخش على طول في الجزء الثالث، ممكن يكتب لي في الكومنتس في الفيديو تحت لما ان شاء الله الفيديو ينزل، او على لينكد ان لما نزل البوست ان الفيديو بتاع اللونج تيرم ميموري اللي احنا فيه دلوقتي ينزل بإذن ربنا. طيب، تعالوا نبدأ النهاردة بسم الله. قبل أي حاجة، زي ما انتوا عارفين، بنبتدي ال الفيديو بتاعنا بمثال طبخ، ومكملين مع عم أشرف والشيف لمبي. المشكلة خلاص، لو حد كان اتفرج على الفيديو اللي فات اتحلت والدنيا تمام. وعم أشرف بقى إيه، بقى زبون مكان، بس قال لك بدل بقى مشاكل البيتزا، وحط لي صوابع استاكوزا، وما حطليش جمبري، وحط لي معرفش إيه، فخلينا في الأكل إيه الشرقي بتاعنا. فكل مثلا مرة يجي مثلا يطلب طاجن لحم بالبصل، المرة التانية يطلب مثلا موزة، المرة التالتة يطلب فتة، المرة الرابعة يطلب مشويات، وهكذا وهكذا وهكذا. قعد على الحال ده قد إيه؟ مثلا 5 6 شهور. جه بعد الفترة ديت، هو كان مخلص شغل بقى وتعبان، وعايز بقى إيه، ياكل أي أكلة ويروح ينام عشان إيه، يصحى تاني يوم للشغل. فراح المطعم وقعد، والشيف لمبي جاله، سلموا على بعض وبتاع. وعم أشرف قال للشيف لمبي إيه، عايزك تنقي لي حاجة على ذوقك، بيزد على الأكل اللي أنا أكلته قبل كده، فعايز آكل حاجة جديدة بس في نفس الكاتيجوري. شيف لمبي كده وقف ومعرفش يتكلم. فقال له حاضر، هجيب لك حاجة على ذوقي. راح جاب له إيه، جاب له سوشي. طبعا كانت كارثة، لأن الراجل عم أشرف دوت متعود على إيه؟ متعود على الأكل الشرقي. فين المشكلة هنا؟ إن أكروس الثريدز، أو أكروس كل سيشن، أو أكروس لو احنا بنتكلم في المثال بتاع الطبخ، أكروس كل قعدة عم أشرف قعدها ملهاش علاقة باللي قبليها. يعني القعدة الأولى ملهاش علاقة بالقعدة التانية، ملهاش علاقة بالقعدة التالتة. كل قعدة كانت لوحدها. بمعنى إيه؟ إن الشيف ليمبي محطش في دماغه يعمل، لو حد هنا عنده باك جراوند ماركتنج، في حاجة اسمها البيرسونا.
ان انا عندي عميل بقى، يعني لو حد بيروح مطعم اكل كتير بنقول عليه اللي هو ايه، صاحب مكان او زبون. فهو عم ليمبي دوت او الشيف ليمبي ما عملش بيرسونا للعميل اللي اسمه عم اشرف خلال السبع ست شهور اللي كان بيجي فيهم المطعم. يعني مثلا ما قالش ايه ده عم اشرف النهارده كل كذا، وقام كتب عنده السيشن التانية أو القعدة التانية عم أشرف كل كذا، بعد كده عم أشرف كل كذا. عم أشرف بيجي غالبا الساعة 7 8 بالليل. القعدة اللي بعدها عم أشرف جه تقريبا من 7 ل9. عم أشرف جه من 8 ل10. فأنا بلعب في الرينج اللي هو من 7 ل10. فبعمل حسابي مثلا لو أعرف أفضي ترابيزة، يبقى الكاتيجوري بتاع الأكل اللي هو بيحبه أفضل مخليه عندي، وهكذا. أبقى عامل بيرسونا كده أو عامل بورتفوليو لليوزر بتاعي. فهي دي كانت المشكلة، ان الشيف ليمبي كان بيهتم بالقعده الواحده اللي هو فيها بس، اللي هي ايه لو احنا بنتكلم كتكنيكال، اللي هي السيشن الواحده او الثريد الواحده. طب هل انا بهتم اكروس السيشنز كلها؟ لا. هل انا بهتم بثريد 1 وثريد 2 وثريد 3 وثريد 4؟ لا، انا ليا دعوه. انا ليا دعوه طالما انا في ثريد 1 ههتم بثريد 1. رحت لثريد 2، لو فاكرين في الشورت تيرم ميموري، ولا ليا علاقة بالثريد الأولانية. كل الانفورميشن اللي كانت عندي راحت ليه؟ لأن الشورت تيرم ميموري بتلعب إيه؟ أكروس ثريدز. لو أنا كنت في ثريد 1 وبعد كده رحت لثريد 2، ولا كأني شايف اللي كان موجود، أو ولا كأني شايف الكونفرسيشن في إيه؟ في ثريد 1. طب الحل للمشكلة دي إيه؟ قام المدير جه واعتذر لعم أشرف، وقال له خلاص احنا بعد كده مش هنشتغل بالشورت تيرم ميموري، اللي هو احنا مش هنهتم بس بالقعدة بتاعتك في الوقت الفلاني بس، لأ، احنا هنهتم بكل السيشنز او بكل الثريد اي دي بتاع حضرتك طالما نفس اليوزر اللي هو مين عم اشرف. فبالتالي هشوف هتابع عم اشرف النهارده كل كذا، الاسبوع اللي جاي كل كذا، الاسبوع التالت كل كذا، الاسبوع الرابع كل كذا. فابتدي اعمل حاجه اسمها بيرسونا، او هكستمايز الريسبونس بتاعي بيزد على اللي انا عارفه عن عم اشرف اكروس كل السيشنز. تمام. فده كان الحل، او دي كانت القصة بتاعت النهاردة، ان انا ازاي هتنقل او ايه النيد اللي انا احتاجته ان انا اتنقل من الشورت تيرم ميموري لللونج تيرم ميموري. فتعالوا ناخد كده مثال بسيط او جدول كده بيقول لك الفرق بين الشورت تيرم ميموري واللونج تيرم ميموري. احنا طبعا اتكلمنا عن الشورت تيرم ميموري باستفاضة في الفيديوهين اللي فاتوا، ان هي ايه ثريد سكوبد. طالما انا في نفس الثريد او في نفس السيشن الواحدة هفتكر ده كل حاجة. رحت لثريد اي دي او رحت لسيشن جديدة، ولا كأني شفت الحاجات القديمة بتاعت ثريد 1. يعني لو انا في ثريد 2 وسألته على حاجات كانت موجودة في ثريد 1 او في السيشن القديمة، ولا كأنه شاف اي حاجة. فهنا بيقول لك ايه lives inside a single conversation thread، دي متفقين فيها. backed by check pointer، كنا بنستخدم مين التشيك بوينتر؟ طبعا في كذا نوع، قلنا الميموري سيفر والبوست جريس والسيكولايت والبوست جريس سيفر. وكنا اتكلمنا عن الميموري سيفر والايه والبوست جريس سيفر. ايه اللي بيحكمني ان انا افتكر الكونفرسيشن؟ الثريد اي دي. طالما انا في نفس الثريد اي دي هفتكر لك كل الكونفرسيشن، هفتكر لك الستيتس، هيبقى في تشيك بوينتس طالما انا ايه في نفس السيشن، او بمعنى اصح بنفس الثريد اي دي. طيب ايه المشكلة؟ disappears when the thread end. thread 1 خلصت، دخلت في thread 2 انا مش شايف اللي كان في thread 1 اصلا. فديت كان السكوب بتاعت الشورت تيرم ميموري اللي احنا ايه اتكلمنا عنها في الفيديوهين اللي فاتوا. طيب نتكلم بقى على مين التوبيك بتاع النهارده اللي هو لونج تيرم ميموري. هي ايه بقى؟ مش زي الشورت تيرم ميموري ثريد سكوبد، لا يوزر سكوبد. طالما انا لنفس اليوزر، انا لنفس عم اشرف، هفتكر لك كل حاجه اكروس الثريد اي دي. يعني لو النهارده ثريد 1 اللي هو سيشن 1 اللي هي بتاعت النهارده كان كذا كذا كذا، انا فاكره. جه بعد شهر بس بنفس اليوزر اي دي
وانا هنا ثريد 2، لان انا فتحت سيشن جديده علشان انا بقى عندي ثريد اي دي جديد، بس لنفس اليوزر هفتكر اللي هيحصل في السيشن ديت اللي هو ثريد 2، وهفتكر اللي كان حصل من شهر لو كان ايه اللي حصل فين في ثريد 1، طالما لنفس اليوزر. فانا هنا ايه؟ يوزر سكوبد. وطبعا ده حل المشكله اللي كنا بنواجهها في الشورت تيرم ميموري وفي القصه بتاعت عم اشرف بتاعت النهارده. هنا ايه بقى؟ انا هنا كنت بشتغل بالستيك بوينت او الستيك بوينتر، هنا هشتغل بحاجه اسمها الستور. تمام. وبدل ما كنت بشتغل بالميموري سيفر، هشتغل بحاجه اسمها ان ميموري ستور. وهنشوف الكلام ده ازاي بنستخدمه في ايه في الكود. هنا احنا قلنا بنشتغل بالثريد اي دي، لا، انا هنا بشتغل باليوزر اي دي وحاجه اسمها النيم سبيس. يعني هنعرف يعني ايه نيم سبيس السلايد اللي جاي او اللي بعدها. هنا ايه بقى؟ survive across threads، حلت المشكله اللي كنا بنواجهها فين في الشورت تيرم ميموري. انا across threads طالما لنفس اليوزر هفتكر كل حاجه، هفتكر اللي حصل في thread 1، اللي حصل في thread 2، اللي حصل في thread 3، وهكذا. طيب، كنا قلنا في السلايد اللي فاتت ان اللونج تيرم ميموري بتشتغل بحاجه اسمها النيم سبيس، وانا باكت او بشتغل باليوزر اي دي. طب ايه النيم سبيس دوت؟ انا عندي يوزر اسمه اشرف، عايز اخزن جواه فاكتس، حقايق عن عم اشرف، شغال مهندس اي اي، شغال في شركة اكس واي زد، بيخلص شغله الساعة 5، بيجي المطعم من 5 ل6، وهكذا، ايا كان ايه الفاكت. فانا جوه الستور دوت بخزن النيم سبيس. النيم سبيس دوت ممكن نعتبره زي فولدر. يبقى انا جوه الستور، لان احنا قلنا احنا بنشتغل بايه؟ بالستور. فانا جوه الستور عندي فولدر اسمه ايه؟ الفاكتس بتاعت عم اشرف. تمام، اهو بيقول لك act like a folder path، كل حاجة ليها علاقة بأشرف والحقائق بتاعت أشرف موجودة في الفولدر اللي اسمه نيم سبيس. طيب، الفولدر فيه ده فيه ايه؟ جواه فايلز. ممكن يبقى عندي فايل اسمه fun fact 1، لو احنا بنتكلم عن facts، فممكن يبقى عندي fun fact 1 اللي هو معلومات، مثلا عم اشرف هلاس او بيحب يضحك كتير او يهزر كتير، فيبقى ده اسم الفايل. ممكن يبقى فيه fun fact 2 اللي هو لما جالي مثلا بعد شهرين ثلاثة اكتشفت ان هو مثلا بيحب الميمز بتاعت الافلام، وهكذا. يبقى انا كده عندي الفولدر بتاع عم اشرف، الحقائق بتاعته. جوه الفولدر ده عندي فايل اسمه fun fact 1 بتاع عم اشرف. طب الفايل ده جواه ايه؟ جواه الداتا بقى، اللي هي مين؟ فاكت اشرف لايك ليت نايت كويشنز، اللي هي الاسئله الوجوديه، او اللي هي بتيجي بعد الواحد بعد الساعه 12 ديت. والمصدر بتاعها ده ان هي conversation كانت 30/5/2024. ممكن اعمل جوه النيم سبيس اللي هو الفولدر بتاعي بتاع الفاكتس بتاع عم اشرف كي تاني او فايل تاني اسمه ايه؟ user details. جواه، جوه الفايل دوت الداتا بتاعتي، نيم اشرف والرول سوفت وير انجينير، وهكذا. وزي اي ستور عندنا، في اوبريشنز ممكن اعملها، ان انا ان انا احط داتا، فبقول له ستور دوت بوت، بديله النيم سبيس اسم الفولدر، وبديله الكي اسم الفايل، وبديله الفاليو اللي هي الداتا بتاعتي. وممكن اعمل ستور دوت جيت، انا عايز جوه الفولدر دوت، مش عايز كل حاجة، أنا عايز فايل معين اللي هو fun fact 1، فأقوم أقول له store dot get namespace اللي هو اسم الفولدر، وأديله مين؟ وأديله اسم الفايل اللي هو إيه؟ الكي بتاعي. طب لو أنا عايز أجيب كل حاجة جوه الفولدر دوت، فأقول له إيه؟ store dot search، وأديله النيم سبيس اللي هو اسم الفولدر، وهو كده هيجيب لي إيه؟ كل حاجة جوه الفولدر دوت. تمام. يبقى كده احنا عرفنا ايه النيم سبيس وايه الكيز وايه الفاليوز. طيب، نشوف موضوع البوت والجيت والسيرش ك كبراكتيكال جوه الكود بتاعنا يبقى عامل ازاي. بإمبورت الان ميموري ستور من الستور من اللاين جراف زي ما احنا ايه اتكلمنا. وعندي نيم سبيس ان هي الفاكتس بتاعت واحد اسمه ايفنشي. وعندي الكي
اللي هو اسم الفايل فان فاكت 1. حلو. جوه الفايل ده بقى مين الفاليو؟ فاكت الشخص دوت لايكس ليت نايت في philosophical questions، والسورس الكونفرسيشن اللي كانت بالتاريخ دوت. وبعمل الميموري ستور من الميموري ستور. وبعد كده بعمل ايه؟ عايز اخزن بقى الكلام ده، بقول له الميموري ستور دوت بوت، بديله النيم سبيس، وبديله الكي، وبديله الفاليو اللي هو بديله اسم الفولدر، اسم الفايل، والداتا بقى اللي انا عايز اخزنها. طب انا عايز اريتريف كل حاجه، بقول له in memory store dot search، هات لي كل الحاجه اللي في النيم سبيس اللي اسمه ايه الفاكتس بتاعت الشخص دوت. طب انا عايز اجيب قيمه معينه جوه فايل معين، فبقول له ايه in memory store dot get، هات لي الداتا اللي جوه الفولدر اللي اسمه نيم سبيس، وجوه الفولدر ده هتلاقي فايل اسمه ايه كي، اللي هو مثلا هنا مين فان فاكت 1. هات لي الداتا دي بس. ممكن يبقى فيه كذا ايه كذا كي، قلنا فيه ممكن فان فاكت 1، فان فاكت 2، فان فاكت 3، وهكذا. فدي الاوبريشنز اللي ممكن تعملها على مين؟ على الستور. put search get. طيب كده احنا تقريبا خلصنا او تقريبا خلصنا الجزء النظري بتاع اللونج تيرم ميموري او البيزكس. فالمثال بتاعنا النهارده اللي هناخده كبراكتيكال هو نفس الشات بوت بتاعنا. لو فاكرين احنا كنا على طول ايه ستارت شات بوت او الشات النوت بتاعت الشات، وكنا على طول اند. لا، المرة دي هنعمل ايه؟ هنزود نوت اللي هي اسمها الايه الابديت ميموري. ده تقدروا تعتبروا النوت ديت زي السكرتير او السكرتيرة اللي بتظبط مثلا المواعيد، لو في مقابلات، لو في اللي هو العشاء عمل، في اي مواعيد الشات محتاجها، هيروح يكلم مين؟ الميموري علشان يجيبها. تمام. يبقى ده مهمته يظبط الميموري، وده مهمته ان هو يستخدم النود بتاعة الميموري علشان يعمل بيرسونا لليوزر، ويبتدي يرد على اليوزر بيزد على اللي متخزن هنا. فانا كده عملت زي بيرسونا لليوزر. انا عارف ان اليوزر اسمه اشرف او ايفنشي ان كان اسمه ايه، عارف هو مثلا شغال ايه، عارف هو شغال على بروجكت ايه، عارف مثلا بيحب ياكل ايه. فلما يسألني بعد اسبوع، بعد شهر، بعد ايا كان المدة، انا عندي البرسونا بتاعته. فلو سألني حاجة معتمدة على الكونفرسيشن القديمة او على ثريد قديم، هعرف ارد عليه. الكلام ده ما كانش بيحصل في الشورت تيرم ميموري. طيب هنا بس مراجعة بسيطة. احنا قلنا الشيرت تيرم ميموري معتمدة على الثريد اي دي. طالما انا في نفس الثريد اي دي، خلاص هفتكر لك كل حاجة. خرجت بره الثريد اي دي وشكرا، انا مش فاكر اي حاجة. اللي حل القصة ديت اللونج تيرم ميموري، ان انا الميموري بتاعتي شيرد اكروس افري ثريد، بس لنفس المين، ما انا برضه ليا سكوب، مش الدنيا مش مفتوحة، لنفس اليوزر اي دي. تمام. تمام. زي ما متعودين بناخد الحاجات اللي ما شفناهاش او ما اشتغلناهاش ككودينج في البراكتيكال، وباخد بس منها سناب شوت، بحيث ايه انه شفناها مرتين، مرة في السلايدز او في الجزء النظري، ومرة لما ايه نروح لفيس كود او كولاب ان كان هنشتغل بايه ونبقى شفناها للمرة التانية. فاحنا قلنا عندنا كام نود لو فاكرين. عندي الستارت دي بري ديفايند، عندي الشات اللي هي اللي بترد على اليوزر، وعندي الابديت ميموري اللي مسؤولة عن الابديت بتاعت الميموري، وان انا اعمل بيرسونا لليوزر بتاعي، وعندي الاند. طبعا دول ما بعملش فيهم حاجة، فانا مين للشغل بتاعي على فين؟ على التشات وعلى الابديت ميموري. فدي النود بتاعت الشات بتاخد الستيت بتاعتي اللي احنا عارفينها، بتاخد الستور اللي هخزن فيه، وبتاخد الكونفيج اللي هخزن فيها الكونفيجريشن زي الثريد اي دي واليوزر اي دي. هبتدي ايه من الكونفج ده؟ هخش جوه الكونفيجرابل واجيب مين اليوزر اي دي بتاعي. ما انا لازم اعرف مين اليوزر عشان اعرف هبدا هعمل ايه في الميموري، هرد على اليوزر على اساس ايه مين اليوزر ده اصلا، وهكذا. فيبقى انا جبت من هنا ايه اليوزر اي دي. هبتدي اقرا من اللونج تيرم ميموري ستور دوت جيت، هبصيله فاكرين النيم سبيس، وبعد كده الكي بتاعي عشان عايز ابت فيه في الجزء دوت اللي هو مين اليوزر ديتيلز.
وبعد كده لو عندي اصلا الميموري ديت اقوم جايبها، لو لا مثلا دي اول شات سيشن مثلا، يبقى مش هيبقى في حاجه لان لسه اول مره. هقول له no existing detailed found. وبعد كده هقول له ايه، السيستم مسج you are helpful assistant with memory مش عارف ايه، انتوا عارفين بقى الايه السيستم برومبت بتاعنا، رد على اليوزر، خليك كونسايز، خليك فريندلي، الحاجات بتاعتنا ديت. بس وهينفوك الكلام دوت، والكلام اللي بعد كده كله ايه احنا خدناه قبل كده. طيب الميموري بقى نفس الكلام، بتبقى معاه الستيت علشان المسجز بتاعتي او الداتا بتاعتي، معايا الكونفيج اللي بتخزن فيها الثريد اي دي واليوزر اي دي، ومعايا الستور اللي يبقى فيه الميموري بتاعتي. بجيب برضو اليوزر اي دي، وعندي النيم سبيس اللي هو الميموري بتاعت اليوزر اي دي الفلاني، ومعايا الكي. تمام. ونفس الكلام بجيت الداتا بتاعتي بالنيم سبيس بتاعي اللي هو اسم الفولدر، بالكي بتاعي اللي هو اسم الفايل. لو تمام هات لي الفاليوز، لو مش تمام يبقى لسه مفيش حاجة. وهنا برضو بايه بعمل سيستم مسج للنود بتاعت ايه الابديت ميموري، ان انت الكرنت يوزر ديتيلز اهيت اللي انا لسه جايبها. واقول له ايه بقى extract new facts، هات لي مثلا لو انت عارف تجيب النيم البريفرنس الجولز، واعمل لهم ميرج مع الاكزيستنج ميموري. لو انت عندك ميموري قديمه وعايز تعمل لها ابديت، انت معاك الابديت، اعمل ابديت بقى ايه للميموري اللي عندك كلها. لو nothing مفيش حاجه جديده، ما تقعدش ايه تزيد وتحط، لا رجع لي ولا حاجه، ما فيش ابديت. أه الباقي الكلام بقى نفس اللي احنا خدناه قبل كده، مفيش حاجة جديدة. هنشوف كل الكلام ده في الايه في الكود، بس انا ايه باخد سناب شوت زي ما قلت لكم في الحاجات ايه الجديدة اللي احنا ما كناش خدناها قبل كده في الجزء البراكتيكال. ده مراجعة. انا عندي لو انا كان عندي thread 1 وكان في conversation، لو انا كنت شغال بالشورت تيرم ميموري كل ده ايه هفتكره. لو انا رحت من thread 1 رحت لثريد 2 وسألته على حاجة هنا، مش هيفتكرها لان هو ملوش دعوه، لان الشورت تيرم ميموري كانت شغاله ايه ثريد سكوب، ده ملوش دعوه بده. طيب لو انا كنت شغال لونج تيرم ميموري واليوزر اي دي كان واحد هنا وهنا، فبالتالي لو انا كنت سالته Hey, I am Evanji. I am a software engineer working on a task manager Spring Boot app. ده في ثريد 1 لنفس اليوزر اي دي. لو فتحت الشات او فتحت السيشن جديده بثريد اي دي جديد، يعني انا كان ثريد 1، لو انا فتحت بقى بعد شهر سيشن بثريد 2 لكن لنفس اليوزر، قلت له هاو كان اي سيت اب سكيورتي كونفيجريشن، انا لا جبت له سيرة بروجكت ولا جبت له انا مين اصلا ولا انا بعمل ايه هنا، هو هيفتكر انا مين وكنت شغال على ايه، ويبتدي يقول لي انا هجاوب على الكلام ده ازاي. وده المثال اللي هنشوفه فين في الكود بتاعنا. طالما انا شغال بلونج تيرم ميموري وشغال بنفس اليوزر اي دي اللي هو مين عندنا هنا اسمه 1. تمام. ماشي. ايه الكي تيك اويز اللي ايه ناخدها من الجزء النظري اللطيف الظريف دوت. احنا عندنا اللونج تيرم ميموري، بدل ما كنا شغالين في الشورت تيرم ميموري بالتشيك بوينتس، لا انا شغالين بايه بالستور. وبعمل اورجانيزيشن باستخدام مين النيم سبيس اللي هو الفولدر، الكي اسم الفايل، الفاليوز القيمة او الميموري اللي انا فعلا عايز ايه افتكرها. قلنا التشيك بوينت او التشيك بوينترز دي ليها علاقة بالشورت تيرم ميموري، وهنا اورجانيزد بالثريد اي دي، لكن هنا انا اورجانيزد بالايه باليوزر اي دي. يقول لك because memory is keyed by user ID and not thread ID، لا دعوة باليوزر، ماليش دعوة بالثريد. يعني دي أهم نقطة أصلا في واللي بتفرق اللونج عن الشورت تيرم ميموري، إن أنا في اللونج تيرم ميموري أنا user scoped across different thread IDs. فبالتالي the same user لو أنا شغال بنفس اليوزر ID is recognized across completely separated conversations. طالما أنا بنفس اليوزر ID وشغال thread 1، بعد كده بعد أسبوع فتحت سيشن جديدة بثريد 2، فتحت سيشن تالتة بثريد 3، كل ال conversation across ال different thread IDs دولت، أو كل ال messages أو كل الداتا اللي كانت موجودة في ال thread IDs واحد اتنين تلاتة، طالما لنفس اليوزر
كلهم معايا في اللونج تيرم ميموري. ده كان الجزء النظري بتاع اللونج تيرم ميموري. اتمنى يكون واضح، وكنت وفقت ان انا اعرف اوصل الايه المعلومة. تعالوا نخش على الكودينج. طيب، لو واخدين بالكم اصلا هنا، يعني انا كنت ناوي اصلا النهارده اعمل ايه؟ اشرح ده، بعد كده اخش على الكود بتاع الكورس اللي انا كنت موريه لكم، اللي هو دوت. وراح فين الكورس؟ اه. بس الصراحة يعني حسيت ان هي هتبقى تقيلة قوي، وهتبقى طويلة. يعني انا على طول لو فاكرين كنت على طول بقول ان الفيديو هيبقى قصير، والاقي الفيديو مثلا بقى ساعة الا. ف فيعني ما فكرت فيها قلت ممكن كده فيديو ممكن يوصل ساعتين او ساعتين الا شوية. فالصراحة قلت لا. والكود بتاع الكورس تقيل، مش تقيل بس اللي هو داخل على طول تو ذا بوينت، اللي هو ما بيمهدش او ما بيديش اي انترو. لان هو لو زي ما قلت لكم في البوست بتاع لينكد ان، آه هو كان تبع الكاتيجوري بتاع الشورت تيرم ميموري، فهو مش مطالب ان هو يشرح باستفاضة التوبيك او الحاجة اللي بيشرحها. فانا كنت اصلا ناوي ايه؟ هو انتوا عارفين الديب ليرنينج دوت اي اي شغاله ايه؟ نوت بوكس. يعني مثلا لو فتحنا دوت، هتلاقوا هنا الشرح بتاع النوت بوك. و هنا المفروض هيفتح مين؟ النوت بوك بتاعتنا. فانا قلت ايه، نطلع شويه بره الايه جو النوت بوك دوت، ونشتغل بقى موديولز ودوت اند ودوت اند دوت اكزامبل ودوت اجنور والحاجات بتاعتنا اللي هي الايه اللي بنستخدمها في البرودكشن لو هنعمل كود مثلا، والدوكر فايل والريكويرمنتس وريد مي والحاجات الجميله بتاعتنا ديت. بس ان شاء الله ملحوقه يعني. الكلام ده كله هناخده في الجزء الثالث بتاع الكورس بتاع باشمهندس ابو بكر، ان احنا هنحول الكود او الشغل بتاع باشمهندس ابو بكر من كرو اي اي للانجراف. فانا كنت يعني حاولت على قد ما اقدر اشتغل ام في سي، اللي هو فيو موديولز كنترولر، اللي هو كان باشمهندس ابو بكر شغال بيه في ميني راك. حاولت كده اعمل طبعا يعني باشمهندس ابو بكر طبعا ما اقدر احاول يعني اعمل حاجه زيه طبعا. كان مش هقدر على قدنا طبعا. ف بس ملحوقة يعني. في الجزء الجديد بإذن ربنا ده اللي إيه، ده اللي إحنا هنعمله يعني. فزي ما قلت لكم حاولوا إيه، أو يعني لو حد عنده رأي نكمل في اللونج تيرم ميموري. يعني أنا كنت ناوي إن أنا الفيديوهين الجايين هنكمل الكورس دوت. أو لو مثلا من هنا لغاية هنا، ده كان أول فيديو، والاتنين دولت هيبقى فيديو منفصل. يعني كده فيديو بنتكلم في فيديوهين تاني. فمش عارف يعني، هل الناس مهتمية بموضوع اللونج تيرم ميموري فنستفيد فيه ونكمل فيه، ولا نخش بقى في ايه في الجزء التالت بتاعنا؟ طولت عليكم قبل ما نخش في الايه في الكودينج، بس قلت ايه نبقى نفصل كده عشان ايه نكمل مع بعض. طيب، ده الكود بتاعنا. هإمبورت ال in memory store من الستور من اللاين وهعمل مين النيم سبيس بتاعي؟ هيبقى فاكتس، الحقائق عن مين؟ عن عم أشرف. والكي فاكرين ده بالظبط كانت السلايد اللي كانت موجودة عندنا فين؟ في الجزء النظري بتاعنا. والكي مين؟ فان فاكت 1. طب ايه الفاليوز؟ فاكت ان عم أشرف بيحب الأكل الحرش، وأزود سورس إن الكونفرسيشن ديت كانت 30 6 2026 أي حاجة. بعمل الميموري ستور من الميموري ستور بتاعتي اللي انا عملت لها امبورت هنا، وهبتدي اسيف الكلام ده. كنت بستخدم مين فاكرين؟ بوت. وبديله النيم سبيس اسم الفولدر، وبديله الكي اسم الفايل، وبديله الفاليو اللي هي القيمة بتاعتي. تعالوا نرن. تمام كده وسيف. طيب تعالوا بقى لو عايز اسيرش،
لو فاكرين السيرش كان بيجيب كل حاجة عن الفولدر دوت. تعالوا نسيرش اهو. النيم سبيس فاكتس بتاعت عم اشرف، الكي فان فاكت 1، الفاليوز فاكت اشرف لايك ايت حرش فود، والسورس الكونفرسيشن. وهنا بيقول لي بيزود حاجتين، ان الكلام ده كريتد ات 9/7 مش عارف في الوقت كذا، وابديتد ات 9/7 مش عارف وقت كذا. هنا مجرد بس ايه ان انا عايز اطبع الكلام ده بشكل الطف شوية، فطبع نفس الكلام اللي احنا كنا ايه بنتكلم عليه. برضو لو انا عايز اجيت، احنا قلنا في ايه، في سيرش وفي جيت، هما الاتنين هيدون نفس الحاجة، لان انا عندي زودت من واحدة واحدة بس، فبالتالي الاتنين يبقوا نفس الحاجة. او الفاكت اشرف لايك جيت حرش فود، والسورس كانت في التاريخ كذا، وكرييتد ات وابديتد ات. تعالوا بقى نخش في الكود بتاعنا اللي هو بتاع الشات بوت. لو فاكرين كان عندي ستارت شات بوت ابديت ميموري اند. فده بقى شكل الكونفيج بتاعي. كان في الاول لو فاكرين كنت مجرد بس بديله الثريد اي دي في الشورت تيرم ميموري. لكن هنا انا هزود ايه، انا هشتغل لونج تيرم ميموري، فمحتاج مين، احط جوه الكونفيجريشن بتاعتي اليوزر اي دي. فده اللي اتزود هنا. والستور خلاص احنا عرفنا احنا بنظبط النيم سبيس والكي ازاي. فهيمبورت الحاجات اللي انا محتاجها، وهستخدم هنا من OpenAI GPT-4o. وهتبقى دي أول نود عندي، زي ما قلنا ببص الستيت والconfig والستور. الستيت فيها الداتا بتاعتي المسجز بتاعتي، الconfig في مين زي ما اتكلمنا الثريد اي دي واليوزر اي دي، والستور ده الميموري بتاعتي اللي انا هستخدمها. أه اول حاجه زي ما قلنا بنجيب اليوزر اي دي من config، بخش جوه configurable، بجيب اليوزر اي دي بتاعي فبقى معايا. هريتريف الداتا اللي ليها علاقة باليوزر دوت، فبقول له هات لي الميموري بتاعت اليوزر اي دي الفلاني، الفايل اسمه ايه يوزر ديتيلز. وباكستراكت الكلام ده، لو في يوزر ديتيلز اسف، لو في يوزر ديتيلز هات لي الفاليو بتاعتها. مفيش، لو انا مثلا اول مرة زي ما اتكلمنا no existing details found. وبعمل السيستم مسج بتاعت النود بتاعت الشات زي ما اتكلمنا you are helpful assistant with memory capabilities. اعمل personalization. رد بيزد على اللي انت عارفه عن اليوزر، اعمل بيرسونا. لو اليوزر اسمه موجود يفضل ترد بيه عشان يعرف ان انت ايه معاه وعارف هو بيكلم مين مش تايه. استخدم ايه البيرسوناليزيشن especially في الجريتنج والترانزيشنز، help or guidance مش عارف ايه كل الكلام الجميل بتاعنا ده. وايه بعمل انفوك للكلام ده، بديله الكلام اللي انا لسه كاتبه فوق باليوزر ديتيلز، وبديله الستيت بتاعتي على حسب انا كنت كاتب ايه اصلا. فبديله الستيت اللي هي كل ما بعدي على نود مثلا في هيومن مسج في اي اي مسج ايا كان انا كنت باعت ايه، هتبقى موجوده في الستيت بتاعتي. وبديله هنا مين السيستم مسج اللي هو البرومبت دوت، واليوزر ديتيلز سواء هو جابها او لقاها او لا علشان يرد عليا. وبريتيرن مين الريسبونس. تمام. طيب الابديت ميموري نفس الكلام، عندي الستيت عندي الكونفج عندي الستور. عندي هنا مين اليوزر اي دي، بخش جوه الكونفج جوه الكونفيجرابل جوه اليوزر اي دي، يبقى انا جبت مين اليوزر اي دي. النيم سبيس هنا بقى مين الميموري بتاعت اليوزر اي دي بتاعي اللي انا لسه جايبه. الكي يوزر ديتيلز. طيب عايز اجيت اليوزر ديتيلز الداتا اللي كانت متخزنه بتاعت اليوزر دوت، فبقول له ستور دوت جيت بالنيم سبيس بالفولدر، وبقى ايه بجيب الاسم الفايل اللي هو الكي اللي هو مين اليوزر ديتيلز. طيب لو لقى داتا هاتها، لو ما لقاش خلاص ما تجيبش حاجه. تمام. تمام. هنا الفورمات، هنا دي المسؤولة قلنا ايه عن ابديت الميموري، لازم يبقى معايا الميموري القديمة ومعايا الحاجة اللي لسه جاية، بحيث اعرف انا هعمل ابديت هزود حاجة هشيل حاجة هغير حاجة. دي المسؤولية بتاعت مين النود اللي اسمها
update memory. فبقول له ايه you are responsible for updating and maintaining accurate user memory to enable personalized response. انت المسؤول عن ان انت تعدل او تكتب الاكيوريت داتا بتاعت ايه اليوزر دوت، وببصيله مين الداتا اللي انا ايه لقيتها سواء لقيت او لا. ايه الانستراكشنز بتاعت النود ديت؟ carefully review the chat history below. شوف الهيستوري بتاعت الداتا بتاعتك. identify any new explicitly stated user information. شوف لو في حاجة جديدة personal details، لو الاسم اتغير أو اللوكيشن، البريفرنس ايه الحاجات اللي بيحبها، الانترست الاهتمامات، الاكسبيرينس، الجولز، مش عارف ايه. لو مفيش أي حاجة جديدة ما ت- ايه ما تعملش حاجة. لو في معلومات جديدة تعمل ايه حضرتك؟ merge it with the existence memory. حطها عندك أو حطها جنب الحاجات اللي عندك في الميموري. format the updated memory as clear وخليها point list. تمام ظبطها وهكذا. أه بس كده. وبعمل ايه؟ بعمل invocation للكلام دوت، وبعمل ايه؟ بستور بقى، ما انا محتاج استور. هو انا معايا الميموري القديمة ومعايا الحاجة اللي لسه جاية من الايه من اليوزر. هشوف هل اليوزر قال حاجة جديدة. تمام زود. هل في ابديت؟ مثلا اليوزر كان سوفت وير انجينير بقى مانجر، هل محتاج اعمل ابديت؟ اه خلاص اعمل ابديت. مفيش حاجه خلاص ما تعملش حاجه. تمام. فانا كده سيفت بالنيم سبيس بالكي بالكونتنت اللي رجع فين في النيو ميموري بتاعتي. حلو. حد فاين الجراف اهو، بعمل انيشاليزيشن وبصيله المسج ستيت لان هي عباره عن ايه conversations. وببتدي ادي النود، انا عندي النود اسمها شات، هي الشات اللي هي ديت اهي. وعندي ابديت ميموري اللي هي ابديت ميموري. طب خلاص بقينا اساتذه في الكلام ده طبعا. تمام. وعندي كده انا خلصت ايه الديفينيشن بتاع النودز. هبتدي بقى احط الايدجز ما بين النود والتاني. فانا عندي هبتدي من الستارت اروح للشات، من الشات اروح للابديت ميموري، من الابديت ميموري هخلص. من الستارت اروح للشات، من الشات ابديت ميموري، من الميموري هخلص. وهنا بقى انا بستخدم حاجتين يعني. انا قلت ايه نبقى في اكزامبل جامع الاتنين مع بعض، ازاي تحط التو كايند اوف ميموريز اللي هما الشورت والتيرم ميموري مع بعض. فانت هنا كان معاك الميموري سيفر من التشيك بوينتس، وعندك الميموري ستور من الستور. دي اللونج تيرم ميموري ودي الشورت، وبمنتهى البساطة بتضيفهم من خلال السطر ده. التشيك بوينتر هو الشورت تيرم ميموري، والستور هو اللونج تيرم ميموري. وده عشان ايه؟ ابقى شايف الجراف النودز والايدجز ايه العلاقة ما بينهم وبين بعض. طيب تعالوا نتست الكلام ده. انا عندي ثريد جواه ايه الكونفيجريشنز او الكونفيجربل. جواها مين؟ كنا في الاول بنكتفي بالثريد اي دي، بس احنا شغالين تورم ميموري، فاحنا شغالين لونج تيرم ميموري. فاحنا محتاجين نبقى يوزر سكوبد، فبالتالي ازود مين اليوزر اي دي اللي هو بمين بواحد. هنا initial input بقول له ايه؟ هاي how are you I am أشرف I am a software engineer. أنا software engineer واسمي أشرف. I need your help with my project. محتاج مساعدتك في البروجكت. This is a task manager Java Spring Boot application. وبانفوك الكلام دوت عشان اشوف هيطلع لي ايه. في حاجة جديدة برضو كنت وانا بحضر قابلتني ستريم. لو فاكرين كنا بنعمل ايه جراف دوت انفوك. بس المشكلة أو مش مشكلة، هو البتاع دوت أو إنفوكا بتعمل إيه؟ كانت بتستنى لغاية ما الحاجة تبقى جاهزة وتقوم إيه مطبوعة. لكن هنا لو أنا مثلا عندي هيومن مسج كانت خلصت والاي اي مسج لسه ما خلصتش، فهيقوم ظاهر لي ده زي الستريمينج بتاع الشات بوتس. هيقوم ظاهر لي دوت، وعقبال ما اقرا دوت يكون التاني ظهر على طول، يعني الجهاز بيعرضه على طول. فاهمين؟ فتعالوا نرن. احنا كنا رننا دوت صح؟ نتأكد برضو. شكلي محتاج ايه شورت تيرم ميموري عشان انا مبقتش فاكر الحاجات اللي في السيشن. المهم عملنا انفو. شوف بسأل تاني ده رننا ولا لأ، بس ما علينا مش مشكلة. تعالوا نرن دوت، بصوا ايه اللي هيحصل اهو. طبع دوت واستنى.
قام طبع ايه الاي اي مسج. هيومن مسج ده اللي احنا ايه كنا لسه بنقراه، انا مين وبشتغل في ايه. الاي اي مسج رد عليه قال له ايه: هاي اشرف I'm doing well, thank you, it's great to meet you. كويس ان انا شفتك. I'd love to help you with your task manager مش عارف ايه. What specific issues are you facing or what do you need assistance with؟ يعني محتاج مني ايه في البروجكت ده. طيب تعالوا نشوف ايه اللي اتخزن في الميموري. انا هجيب اليوزر اي دي من الثريد، هخش على configurable، هخش على اليوزر اي دي، والفولدر بتاعي هو الميموري بتاع يوزر اي دي اللي هو كان 1 لو فاكرين، والكي يوزر ديتيلز. وهجيت من اللونج تيرم ميموري الفولدر اللي اسمه نيم سبيس الفايل اللي اسمه كي. وايه ده عشان بس تبقى شكل الطباعة اعرف ما يبقاش ورا بعض زي ما شفنا فوق. تعالوا نرن memory 1 لليوزر واحد، والكي يوزر ديتيلز الميموري. بصوا بقى هنا النيم اشرف، البروفيشن سوفت وير انجينير، current project هو شغال على بروجكت ايه تاسك مانجر جافا سبرينج بوت اب ابلكيشن. فانا كده ايه بقيت عامل بيرسونا لليوزر بتاعي شغال كذا، اسمه كذا، بيشتغل على بروجكت كذا. بيزد على مين؟ على الكونفرزيشن القديم. لو واخدين بالكو انا هنا الثريد اي دي كام؟ واحد. تعالوا بقى مش بعد مثلا البروجكت بتاع ما اشرف دوت وقف اسبوعين ثلاثة اربعة واحتاج بعد شهر يرجع له تاني، ففتح سيشن جديدة بثريد اي دي مختلف بس نفس اليوزر. خدوا بالكم نفس اليوزر، فبالتالي انا ليا اكسس على كل الثريدز بتاعتي طالما انا نفس اليوزر. بقول له ايه بقى: how can I set up security configuration؟ انا لو قلت له انا مين، ولا قلت له انا شغال ايه، ولا قلت له البروجكت اللي انا شغال عليه اسمه ايه ولا بيعمل ايه. وبقول له ايه تاني: I need your help to finish the project as I am now a manager. فالمفروض يحصل ابديت. انا قبل كده قلت له انا سوفت وير انجينير فوق هنا، صح؟ اهو. المفروض هو يفهم بقى ان انا كنت كذا وفي ابديت حصل ان انا بدل ما كنت سوفت وير انجينير بقيت مانجر. فطبعا لو احنا كنا شغالين شورت تيرم ميموري وكنت شغال بثريد وسيشن مختلفة هيقول لي انت مين يا عم اشرف، ازيك يا اشرف. فتعالوا نرن ونشوف ايه اللي هيحصل. يا ساتر، هو انا رنيت اني واحدة؟ اه تمام. بيقول لك how can I set up security configuration، دي اليوم المسج اللي كنت لسه باعتها. بصوا بقى: congratulations on your new role as a manager. أشرف افتكر أنا مين؟ افتكر إن أنا أصلا كنت إيه وبقيت دلوقتي إيه on your new role as a manager، إن أنا إيه دلوقتي بقيت مدير. وافتكر أنا كنت شغال على إيه التاسك مانجر ثانية بتاع الغريب ده. وافتكر انا كنت شغال على ايه اللي هو التاسك مانجر جافا سبرينج بوت ابلكيشن، وابتدى يعمل ايه يساعدني بقى بشوية كود كده على حسب اللي انا قلت له ايه انا كنت عايز منه ايه. انا عايز السكيورتي كونفيجريشن. تعالوا نشوف شكل الميموري بعد ما حصل ابديت ايه اللي حصل. آه النيم اشرف، البروفيشن سوفت وير انجينير، current project تاسك مانجر جافا سبرينج. وبصوا بقى عمل ابديت الكرنت رول مانجر. فلما اجي اتكلم معايا بيجي يتكلم معايا بعد كده هيحط في حسابه انا دلوقتي ايه مانجر، مش هينسى. وهيفتكر ان انا قبل كده كنت سوفت وير انجينير. فهو عمال يعمل لي بيرسونا، يعرف انا مين شغال ايه كنت ايه وبقيت ايه. فانا كده ليا اكسس اكروس السيشنز طالما انا لنفس ايه لنفس اليوزر. الى هنا وفقنا ربنا الحمد لله. آه أتمنى يكون الفيديو قصير. أنا معرفش هو هيبقى قد إيه دلوقتي، لما أخلص أبقى أشوف. المهم أيا كان يعني أتمنى ما يكونش ممل. آه يا ريت يعني لو حد يقول لي رأيه هل نكمل في اللونج تيرم ميموري اللي هو الكورس. يبقى مثلا الكورس اللي هو بتاع ديب ليرنينج دوت اي اي متقسم على فيديو، ناخد النص الأولاني والفيديو اللي بعديه النص التاني، بعد كده نخش في الفيديو يبقى الجزء الجديد بتاع
الكورس بتاع ايجنت 101 بتاع باشمهندس ابو بكر، ولا نخش فيه على طول يعني؟ حد يكتب لي في الكومنتس او بتاعت اليوتيوب او بتاعت لينكد ان لما ان شاء الله انزل البوست بتاع الفيديو. آه يعني اتمنى ما كنتش طولت عليكم، و تنسوناش في دعواتكم. سلام.